تطلعش بقى في الشغل بقى زي امبارح. ماشي، لسه بديك على الفطار الجميل ده. ايه يا حبيبي، عايزه حاجه وانا جاي؟ عايزاك بقى تجيب شويه حلويات كده وفواكه علشان اختي جايه النهارده. بس كده تنور الدنيا كلها. ماشي هظبطك، هجيب لك شويه حلويات. حاول بقى ما تتاخرش وتيجي عشان تقعد معانا. ربنا يسهل حسب الشغل، انت عارفه الشغل عندي بقى. المهم ربنا يقويك يا رب. الله يخليك، مش هوصيك على نورين. ها نورين؟ ما تفكرنيش نورين يا ماجد على نورين بتعملوا معايا، ده انت اللي توصيها عليا. هي طفله صغيره انت عارفه، لسه سايبه مامتها من فتره وما بقتش بعيده، ولسه مش متاقلمه على الوضع. واحده مش متاقلمه ايه يا ماجد؟ دي بترد عليا كلمه بكلمه ولمضه والصراحه انا تعبت، مش عارفه اتعامل معاها ازاي. انا متاكد ان هي هتحبك زي ما حبيتك بالظبط، انت بس واحده كده معاها وهتحبك. ماشي ربنا يخليك ليا، وانا هوصيها عليك. وصيها بقى عليا كده وخليها كده تسمع كلامي تبقى مؤدبه. ماشي. نورين عايزك. نعم. صباح الخير يا حبيبتي، عامله ايه؟ صباح النور. عايزه حاجه وانا جاي من الشغل؟ لا شكرا. مش عايزه اي حاجه؟ لا. طيب مش هوصيك على ماما غاده. شايف يا ماجد بتبص لي ازاي؟ معلش طفله صغيره بس عيب انت تبصي ليه كده، مش عيب؟ وانا مش قلت لك برضه ماما غاده بتحبك وخليكي كويسه معاها؟ دي ماما غاده؟ ايوه دي مش ذمه. بص البنت بتقول يا ماجد بس ايه اللماضه اللي انت فيها دي؟ ان ده احنا اتفقنا عليه مش لا اتفقنا. دي مش ماما، عمرها ما هتكون ماما. هقول لها طنط بس، بعدين ماما واحده بس في الدنيا دي كلها. خلاص وانا اصلا مش عايزه ابقى مامتك اساسا، حتى لو هي ماجد قالت لي يا ماما انا عمري ما هحسها اساسا. شايف اسلوبها وطريقتها؟ معلش ايه يا نورين، احنا مش اتفقنا يا نورين ان انت تسمعي كلامها وتقولي لها يا ماما؟ ها مش اتفقنا على كده؟ احنا ما اتفقناش على كده، دي طنط مش لا ماما. خلاص عيب، بلاش لماضه دي عشان ما ازعلش منك، واجيب لك معايا الحاجات اللي انت عايزاها. انا مش هرد ومش هتكلم يا ماجد. ماشي انا مش هتكلم، اديك شايف بعينك. يلا خش جوه شايف بعينك اهو، علشان لما بقول لك ما تقولش عليا كدابه ولا انا بظلمها. معلش الوضع انت لسه عليها جديد، واحده وهتحب كده وهتاخد عنك. يا ماجد دي بتعاملني كأن انا اللي خدتك من امها. معلش هي مش قادره تستوعب وتفهم اللي انا وانت اتجوزنا بعد ما انت طلقتها بكتير، مش انا السبب انك طلقت امها. معلش هي لسه طفله صغيره ومش عارفه الكلام ده. والله يا ماجد ده انا حاسه ان هي ضرتي، مش طفله صغيره خالص. لا مش للدرجه دي هتحبيها، دي زيك كده، امور كده عسوله زيك. عسوله زيي والله، انت اللي عسوله. يلا عشان ما تاخرش على الشغل بقى، عايزين حاجه؟ لا عايز سلامتك. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما تنساش الحاجه اللي انا قلت لك عليها. حاضر يا حبيبي وتعالى بدري. حاضر يا روحي. بجد بقت عيشه تقرف. انا مش عارفه البت دي عاملها ازاي، انا اتخنقت منها ومن قله ادبها ديت. انت يا ست هانم مالكيش دعوه. هو ايه اللي مالكيش دعوه؟ التلفزيون شغال، ده عندك بكره امتحان وقاعده لحد الفجر بدل ما تذاكري قاعده تتفرجي على الكرتون والقرف. انا بتفرج عليه، انا اصلا مش بتفرج عليه. امال قاعده بتعملي ايه ومين اللي مشغله؟ ما اعرفش، هو شغال نفسه. طب قومي بقى، يلا قومي عشان تذاكري. هاتي وبطلي بقى تغيظي فيا. انا بغيظ فيكي؟ انت قلة الادب. لا قلة الادب. انت بتشتميني؟ بشتمك. طب والله العظيم لما يجي باباك يخليه يبيتك على السلم النهارده، يا انا انت في البيت. وريني نفسك. ليه ده قرف ده، مش عارفه ايه اللي بابا جابها لنا دي، مش عارفه اعيش منها. ايه السلام عليكم، مالك حاطه ريك على خدك وزعلانه ليه كده؟ زعلانه اشوف بنتك عملت ايه. بنت تاني؟ بص يا ماجد بقى، يا انا في البيت دوت يا بنتك، انا مش عايزاها خالص. عملت ايه تاني بس؟ واحده فاهمين. دي شتمتني النهارده وبهدلتني وكل ده عشان ايه؟ عشان اتفرج على التلفزيون وعندها بكره امتحان وبقول لها قومي ذاكري. ليه وليه؟ شتمتني، بقول لها دي قله ادب اللي انت بتعامليني بيه كده. قالت انت قله الادب. ايه ده وصلت لكده؟ وصلت لكده واكتر من كده. ماجد انا مش هينفع، انا استحملت بما فيه الكفايه. طب انا مش عارفه بقيتها النهارده عند حد خاص، اصبر بس يومين كده ماليش دعوه، لازم النهارده تجيب لي حقي. النهارده يا اما توديها عند جدتها يا اما توديها عند عمتها، توديها في اي داهيه. يا اما دي زولتها خالص كده، لازم اقف عند حدها. نورين اهدي بس، ايه ده، انا هجيب لك حقك دلوقتي. اما اشوف يا ماجد. نورين تعالي يا نورين، ايه اللي انت عملتيه النهارده مع ماما ده؟ عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. لا ماما اشتكت منك وقالت لي ان انت شتمتيها. لا انا ما عملتش حاجه، اي حاجه ما عملتهاش. وكمان ماما واحده بس. تاني برضه هنرجع تاني للماضي؟ يعني هي خايفه عليكي النهارده وجاي تذاكر لك عشان عندك امتحان وانت تشتميها، هو ده جزاتها؟ لا هي كانت بتزعق لي. لا ما كانتش بتزعلك لمصلحتك، عشان حضرتك قاعده طول اليوم عماله تتفرجي على التلفزيون ولا بتذاكري ولا حاجه، وبقيتي بقى مستواك وحش في المدرسه بيشتكوا منك. لا مش بيشتكوا مني، وانا مش بتفرج على التلفزيون. بقول لك يا نورين، انت النهارده عقوبه انك حبيتي على السلم، مش هتقعدي هنا، يا اما تأسفي لها. لا انا مش عايزاها تتأسفي، انا عايزاها تقعد على السلم. لا ده بيتي. اتأسفي لها. مش هتأسف لواحده زي دي. شفت قله الادب؟
لا والله انت تستاهلي فعلا انك تبقي على السلم. يلا اقعدي هنا، اقعدي هنا، اقعدي هنا. مش هعمل كده تاني. نبي بس بخاطري. عظيم يا رب، استغفر الله العظيم. خلاص اديني جبت لك حقك اهو، بقيت على السلم ولا وهقعدها شويه كده ربع ساعه على السلم ومعلش بيدخليها. يعني ايه ربع ساعه على السلم وانت كده جبت حاجه حليت مشكله انت كده؟ احنا كده بنعاقبها بس برضه مش هبيتها يعني طول اليوم على السلم برضه. لا يا ماجد، لا يا هي لازم توديها عند جدتها او عمتها، عند اي حد وديها، لكن انا وهي نعيش في مكان واحد بالاسلوب ده لا. حرام عليك، انا قلبي مش مطوعني برضه، بنت صغيره. يعني ايه بنت صغيره؟ بنت صغيره بس قله الادب، امها ما عرفتش تربيها. خلاص وانا امها راحت لحالها، ما انا بعاقبها اهو، حياتها بره على السلم ربع ساعه نص ساعه كده ودخليها، ما ينفعش برضه بات على السلم بره. لا مش هينفع يا ماجد، مش هينفع. بصي انا هخليها تيجي تعتذر لك لحد عندك يعني، بس فيها شويه، ولما تحس هي بره كده ان احنا بنعاقبها هتعيط وهتزعل وهتيجي تعتذر لك، وبعد كده هتعاملك كويس، ولو عملت حاجه تاني هقول لها هطلعك بره وهتتعلم من الموضوع ده. نجرب بس الموضوع ده المره دي معلش، برضه نجربه المره دي، ولو عملت كده تاني هبقى مش هالك خالص. ماشي؟ خلاص ماشي يا ماجد. ماشي. ماشي. انت طيبه جميله. ايه ده؟ ايه نورين ده؟ نورين قومي، انت نايمه ليه كده؟ قومي يا حبيبتي، قومي. أنا آسفة يا بابا. معلش يا حبيبتي ما تزعليش، بس خشي بقى تأسفي بقى لماما وقولي لها يا ماما بعد كده، ماشي؟ واللماضه والقلب اللي انت فيها دي ما تعمليهاش تاني، عيب برضه، دي كبيره، عيب تعمليها كده، دي زي ماما، ماشي؟ ما تعمليش كده تاني، وعد. هي فين؟ ايه خش يا مريم خش. هتعملي كده تاني؟ لا. تعالي يا نورين، تعالي يلا بقى خش بقى. ايه نورين جت خلاص كده وكانت بتعيط بره وعرفت غلطتها ايه، وعرفت غلطتها ايه ومش هتعمل كده تاني، جايه تعتذر. آسفة. ما تعيطيش يا حبيبتي خلاص، معلش ما تعيطيش. انا بحبك يا نورين، ربنا انا يهديكم. بحبك. مش معنى ان انا مرات بابا ان انا مش بحبك، لا انا بحبك وعايزاكي تبقي شاطره واموره. لازم تحبيني ولازم تفهمي كمان ان انا ما خدتش بابا من ماما، هو نصيب بابا اللي هو ما يكملش مع مامتك، ونصيبي اللي انا اتجوزه هو يتجوزني وانا ابقى مرات باباكي. بس انا من هنا ورايح هعاملك زي بنتي، وانت كمان هتعامليني زي ايه؟ زي ماما. يا حبيبتي طيبه يا نورين. بدل ما يبقى عندك ماما في حد يزعل، بدل ما يبقى عنده ماما واحده يبقى عنده 2 ماما. لا. طيب ايوه كده، ربنا يخليكم لبعض كده يا حبايبي. هجيب له النهارده بقى بالمناسبه دي بقى، هعمل لكم حفله حلوه، هجيب لكم تورته نحتفلوا بيها كلنا.